والناس اللي كيجيو من خارج زيكولا كيسميوها لعنة زيكولا. انا قطعت وقلت ليه انا كليت بزاف وماشي غير هادشي، وحتى الحطه اللي خديت كان عليها اكبر الوحدات. ومول المحل قال لي انه اغلى ما عنده وشكرني حيت انا غني. رد عليا يا من صاحبي، راني لاحظت اليوم انك مختلف شويه على المره الاولى اللي تلاقينا فيها. مع سال كلامه هو يشوف في اياد وقال ليه كيبان لي ان صاحبنا خسر واحد الجزء اللي ماشي قليل من الثروه ديالو. هادشي اللي سمعت خربقني وانا نسول اياد انت كيفاش عرفتي؟ ضحك يامن وقال لي راه وجهك كله صفرا صاحبي، وكمل كلامه راه كل ما نقص الذكاء ديالك كل ما وجهك كيولي شاحب وكيبان فيك المرض، وهكا كنعرفوا شكون الغني وشكون الفقير. وراه كل ما كتزاد الثروه ديالك كتولي طبيعي وكيتزاد الشباب ديالك، لكن غا كتخسر ديك الثروه كتبدا تحس بالمرض كيدخل معاك. مهم تقدر تبقى هكا حتى يوصل يوم زيكولا ويبداو العسكر كيجمعوا كاع المرضى اللي في المدينه وكيقدموهم للطبيبه اسيل، وهي اللي كتحدد اللي مريض بالصح ولا اللي مريض بالفقر، ومن بعد كتختار 3 اللي فقراء بزاف. انا قطعته لا هادي بلاد الحماق وخليتهم ومشيت كنجري وقلبي كيضرب باغي يخرج من بلاصتو بالخلعه، خايف يكون داكشي اللي قالوا بصح. وانا نكمل الجزره ديالي وسط داك الزحام والناس ديال المدينه كلشي ناشط والموسيقى مطلوقه على الجهد ديالها، وانا كنحاول نتحرك بصعوبه بيناتهم وباغي نخرج من هاد الزحام بلا ما كنعتذر للناس اللي كندخل فيهم، حيت اللي كيهمني دابا هو نخرج لباب زيكولا وكمل الجزره ديالي من بعد على هاد الاحتفال. وكندوي مع راسي ما يمكنش هادشي يكون بصح، ما يمكنش. وانا مازال عاطي لي في جهدي كنجري حتى قربت من باب زيكولا والعرق مني كيسيل، حتى كنتفاجئ باللي بصح الباب تسد وقدامه بزاف ديال الحراس. قربت من واحد فيهم وكان جوجة ديال بصح وقلت ليه انا بغيت نخرج. ضحك عليا وقال لي باغي تخرج؟ غودت عليه وقلت باغي نخرج. انا ضحك مره اخرى وشاف صاحبه وقال ليه حنا كنخليو احتفالات زيكولا وجالسين هنا كنتسناو السكيريه يجيو يضحكوا علينا. غودت عليه مره اخرى انا ماشي سكران وغنخرج من هنا ودفعته. انا بالغضب في وجه الحارس وتاري عليه بواحد الديريكت حمقني حتى لقيت راسي في الارض والدم كيسيل من حاجبي اليسري. انا نط دغيا وعاودت وقفت قدام داك الحارس، لكن شفت في الدرع ديالو اللي كان لامع بحال المرايه وانا نشوف راسي. وهنا كانت الصدمه، عيني وسعوا بالخلعه والتنفس تخربق ليا والقلب ديالي كيضرب بالجهد، وانا مازال مصدوم في هاد الحاله اللي وليت فيها حتى كنسمع الصوت ديال داك الحارس سير رجع فين كنتي ولا غير كل مصير ديالك هو الحبس. وانا نشوف فيه وفاقد الامل كنحاول نوقف داك الدم اللي كيسيل من جبهتي، وعرفت في داك الوقت ان هاد الباب ما غيعاودش يتحل كيف قال لي اياد، وان الهضره ديال يامن ما هي غير الحقيقه اللي ما بغيتش نتقبلها. موراها رجعت لشوارع المدينه غادي وانا تالف كنفكر كيفاش غنعيش هاد العام في هاد الارض الملعونه، وكنسول راسي عام انا ما قدرتش نعيش حتى نهار واحد. دابا تخيل يدوز هاد العام ونكون انا هو افقر واحد في المدينه، تخيلوا نولي انا المكلخ هنا. وانا نسول راسي بصوت عالي وجدي كيفاش يقدر يعيش عام بلا بيا؟ انا كنت كنقول يومين ولا 3 وغادي نرجع لعندو، دابا وليت في عام كيفاش غنعيش هنا؟ وبقيت ساهي حتى دخل فيا واحد العود، وكان داك العود هو اللي كيجر ديك العربه التاريه اللي هي عربه اسيل، وهو يغوت عليا اللي صيقها. وقفات العربه وهي تنزل منها اسيل باش تطمئن عليا، لكن انا ما ديتهاش فيها، كملت طريقي وانا تالف. واخا هي عيات ما تعيط ورجعت العربه ديالها وقالت في نفسها كون كان شي واحد اخر كون طلب التعويض على هادشي اللي طرا ليه، وهي طلب السائق باش يتحرك مره اخرى. دازت ساعات وانا مازال غادي في المدينه وعقلي ما بغاش يحبس من التفكير، حتى لقيت راسي كنقرب من واحد الضايه واسعه وانا نمشي ليها بالزربه، وقلت ندوق الماء ديالها ولقيته زوين وعذب وشربت منه مزيان. من بعد قررت نتكا على واحد الشجره كاينه جنب ديك الضايه، وضحكت فجاه في بالي انه كون يجي الاب ديال منى لهاد المدينه ما غيعطلوهش غيذبحوه في البلاصه، وحتى منى الا جات غيذبحوها حتى هي. وتفكرت الاصدقاء ديالي اللي غال مكلخ على خوه كون جاو كون كلشي مشى. ضحكت وانا كندوي مع راسي بسخريه، بغيت ناكل مقابل 2 وحدات ديال الذكاء. وانا نضحك مره اخرى فاش تفكرت واحد صاحبي غليظ كياكل بزاف كون كان هنا في زيكولا كون فقد الثروه ديالو كامله غا باش ياكل. وانا ندوي مع راسي مره اخرى كضحك خالد بصح انت مصري وولد مصري. كنضحكوا في اشد الاوقات والمصائب. وسولت راسي شنو غدير دابا خالد؟ وجاوبت راسي بحالي لا انا شي حد اخر غنعيش هنا بحال كاع الناس. واش قدامك شي حل اخر؟
وجاوبت راسي تاني لا بطبيعة الحال، وابتسمت وقلت خاصك تولف هنا، ومرحبا بك في أرض زيكولا. موراها شفت الفوق في السماء اللي بدات كتظلام، وهما يبانوا لي الألعاب النارية غريبة على هذيك اللي كنعرف. وابتسمت. نهار زيكولا. بقاو غير ساعات قلال ونشوف زيكولا على حقيقتها، وانا نشوف هاد الضايا وفي الجناب ديالها، وبان لي انه ما كاين حتى حد من غيري. وقيتها فرصه باش نضربها بشي عومه، ما جيت فين نحيد كاع حوايجي حتى كنحس بشي حد هنا، وبديت نسمع شي صوت وشي حد كيضحك. ما هضرتش حتى كنشوف جوج البنات كيشوفوا فيا، وعاودت لبست حوايجي بالزربه ورجعت لديك الشجره وتكيت مره اخرى، وانا نقول لراسي وانا مبتسم لا كيبان لي النعس حسن ليا. داز الليل وشرقات الشمس وانا ناعس جنب ديك الشجره، حتى كنت تهز من بلاصتي فاش سمعت شي غوات. فاش شفت بعيد لقيت مرا كتغوت حيت ولدها كيغرق في ديك الضايا. مشيت بالجرى لديك الضايا ودخلت بحوايجي باش نجبد داك الولد اللي كان بعيد عليا، وما كنتش متخيل ان البحيره غارقه لهاد الدرجه. حتى وصلت لعندو وجبدتو لجهتي وخرجتو لبرا، وكان داك الدري فقد الوعي، والام ديالو ما سكتاتش من الغوات. وانا نتكي على ظهرو وبديت نبرك بيدي على الصدر ديالو، بغيت القلب ديالو ينتعش مره اخرى، وبديت كندير ليه التنفس الاصطناعي باش يعمر الصدر ديالو بالهواء، وكنعاود نبرك ليه مره اخرى على الصدر ديالو. ما داش بزاف ديال الوقت حتى تجمعوا الناس عليا، وكانت من بينهم اسيل اللي جات بالزربه عند داك الولد وطلبات مني نبعد منه، لكن كاع ما تسوقت ليها وما حيدتش عيني على داك الولد، وكملت نفس العمليه اللي كنت كندير من قبل حتى رجع التنفس للولد، وحسيت بالنبضات ديالو فاش حطيت صباعي على عنقه وحمدت الله، وشفت في الام ديالو قلت ليها الحمد لله راه بخير، وشافت فيا وهي كتبكي وعنقات ولدها شكرا ليك، وسولتني شحال باغي مقابل هادشي اللي درتي معنا، وجاوبتها انا ما باغي والو، واي واحد كان بلاصتي كان غيدير هكا. وقلت ليها حظي معاه من دابا الفوق، والناس كيشوفوا فيا ومعجبين. حتى سولتني اسيل كيفاش درتي ليها وعلاش ما خليتينيش نعاونك. هزيت راسي باش نشوف شكون هذه اللي كدوي معايا، حتى كنت تفاجئ انها اسيل. انا حسيت بالقلب ديالي كيضرب بالزربه من بعد ما لقيتها قريبه مني لهاد الدرجه، وانا ندوي مع راسي الصراحه زوينه لواحد الدرجه ما يمكنش. وبديت كنشوف فيها وكنشوف التفاصيل ديال وجهها، شعرها اللي كحلو طويل وعينيها اللي ضيقين، وتفكرت الضحكه ديالها فاش كانت كترمي الورد، وشفت انها كل ما كتضحك كيضيقوا عينيها. وانا ندوي بصوت اللي منخفض اسيل، وتفاجات حتى هي وعرفتني انا اللي تجاهلتها ومشيت. فاش دخلت فيا بداك العود وسولتني كيفاش درتي ليها. ضحكت وقلت ليها اول مره كنحس اني تعلمت شي حاجه مفيده. هذه راه واحد الدوره ديال الاسعافات الاوليه كنت تعلمتها في القاهره. وانا نزرب وخرجت ورده من حوايجي اللي فازقين، الورده اللي كنت شديتها النهار اللي قبل وشفت فيها وانا مبتسم هذه الورده ديالك وانا محتفظ بها. تجاهلت الهضره ديالي على الورده وسولتني علاش اللهجه ديالك غريبه، وهي تكمل وفين جات هاد القاهره. وابتسمت وقلت لها هذه قصه غريبه بزاف، وبطبيعه الحال ما غاديش تعرفي القاهره، انا ماشي من زيكولا وراني عاد دخلت لزيكولا، والمشكل ما كنتش عارف ان الباب ديالها غادي يتسد. وسكتات اسيل بحال الا كتفكر في شي حاجه، وهي تشوف فيا وقالت لي حتى انا راني بحالك.